بطاقة صفراء بدقيقة 40 بالمباراة. هلا لو الحكم أعطى بطاقة صفراء ثانية وأعطى حمراء نقول نحن بسبب نيل بطاقتين صفراويين، لكن الحكم مباشرة أشهر البطاقة الحمراء. إذا ما بعرف إذا بناخذها اللقطة، هي الحالة بدقيقة 88. هلا الحالة بدأت من كرة داخل منطقة الجزاء بنلاحظ. هلا هون عم لاحظ احتكاك طبيعي، لا يوجد اي مخالفه، يعني هنا اللاعب سقط وبالتالي الكره خرجت الى ركله مرمى. هنا احمد الصالح باعتقاده انه هون الحكم اغفل المخالفه له، لكن مثل ما حكينا حتى هذا السبب ما بيبرر للحكم قيامه بهذا الموضوع. هنا الحكم أشهر مباشرة البطاقة الحمراء، ما أعطى بطاقة صفراء ثانية، وبالتالي يعتبر هذا سلوك مشين. ممكن يكون تلفظ بألفاظ نابية تجاه الحكم لسه. طبعا هذا الشيء كله حدث بعد أخذ القرار ركل الحكم الطرد. طبعا هذا كمان بيزيد من سوء المشهد للأسف تجاه اللاعب. لاعب بحجم أحمد الصالح، لاعب منتخب سوريا، كان قائد منتخب سوريا. فباعتقادي هذا المشهد ما بنتمنى نشوفه بملاعبنا. تصرف غير لائق من هيك لاعب تجاه الحكم. وبالنهايه باعتقادي قبل ما ناخذ شو القرار، شو جورج؟ لازم اشد عقوبه. انا رايي حرمان مدى الحياه. وليد؟ انا بقول يعني هاي حاله غريبه بفريق الجيش، يعني دائما فريق الجيش بيتمتع. ما دخل فريق الجيش تماما. نحن عم نحكي عن لاعب ضرب حكم. هذا في اولاد، هذا لاعب منتخب وكابتن منتخب، في اولاد عم يتعلموا منه، في لعيبه صغار عم يحضروا المباراه. لازم يكون غير هيك. شو عمل؟ لا اعطى هدف، لا حط ضربه جزاء، فاول وصفر، ما في شيء. انا شوف يا كابتن شوف اللقطه يا كابتن وليد، شوف اللقطه انت. انا ما عم اطلع خارج الخط. يعني على اداره الجيش تاخذ مش اكبر عقوبه يعني بالنسبه للتصرف. يعني دائما يعني فريق الجيش معودنا على الانضباط الكبير. ان كان يا كابتن في ناس والله عم تحضرنا. انا وقت كنت مسافر كنت احضر المباريات الدوري، في ناس عم تحضرنا يا كابتن برا، في ناس عم تحضرنا. عيب هذا الشيء اللي عم يصير. لسه كل مباراه في خطا. فهمنا هذيك المره خطا على حكم، قلنا حكم اخطا، بس هلا شو ساوى الحكم؟ لك هلا هذا التصرف نحن غير مقبول، لا لنا ولا لغيرنا. يعني هو تصرف للامانه، تصرف اهوج خليني اقول من كابتن منتخب سوريا احمد صالح. للامانه يعني انا ما شفت ما أنا بكره مؤثرة، خليني أقول لحتى العصبية. جورج ما أنا ضربة جزاء ولا هي أصلا ولا هو فاول يعني على أحمد الصالح. للأمانة يعني أنا عم أقول يعني أنا مالي ضد العقوبة اللي بده ياخذها اتحاد كرة القدم بحق أحمد صالح أو غيره، لكن أنا دائما بقول إنه الحالة الانضباطية بفريق الجيش وبإدارة فريق الجيش، وأنت بتعرف وأنا بعرف، أنا لعبان أنا وياك أكثر من 10 سنوات بفريق الجيش، فنحن بنعرف انه دائما في حاله انضباطيه عاليه جدا من اداره فريق الجيش. نحن عم نشوف كابتن بعد ما انه حاولنا يعني تهدئته. شوف كابتن صار في تمام هلا ايضا يعني هو تصرف للامانه. يعني اكيد كل التحيه لمدير الفريق كابتن فادي دباس، يعني نزل على الملعب لتهدئه لاعبينه، ولكن ما كان في جدوى من هذا الشيء. والموضوع مخلوف مو مستاهل يعني نهائيا. اصلا الكره مثل ما قال شادي يمكن يعني هم اقرب بالنسبه للحالات التحكيميه، لكن نحن ما شفنا فيها اي فاول او اي استفاد منها. حتى لو فيها مخالفه هذا لا يبرر لاحمد الصالح لانه بالملعب. حتى لو فيها مخالفه اللي بيزعجك انه هو مو هيك كان يعني بالمنتخب. انت اخذ كابتن، اشاره كابتن. شو يعني اشاره الكابتن؟ يعني اهدى لاعب بالفريق، قائد بالفريق، مدرب بالفريق، هو بيهدي لعيبته اذا صار ما سواها بحياته. بس انا استغربت احمد صالح اول مره بتطلع من هيك لاعب هيك تصرفات. يلا اكيد نحن اكيد لاعبنا الكبير احمد الصالح ظروف يمكن كان